في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل، شهدت محركات البحث خلال الفترة الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في عمليات البحث عن فيديو محمد صالح الجحافي ورامي محمد جمال المعروف بصقر عدن، بعد انتشار فيديو واسع له هو وثلاثة أشخاص عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهذا ما أثار جدلاً واسعاً وموجة غضب عارمة في الجمهورية العربية اليمنية في الساعات الماضية، مما دفع الكثير من المستخدمين إلى محاولة معرفة تفاصيل الفيديو. لكن قبل أن نعرض لكم الفيديو، دعونا نقدم لكم بعض المعلومات عن محمد صالح الجحافي ورامي محمد جمال الملقب بصقر عدن. رامي محمد جمال هو مواطن يمني. ولد رامي محمد جمال في مدينة عدن في الجمهورية العربية اليمنية، ويحمل الجنسية اليمنية، وديانته الإسلام، وهو متزوج. قصة رامي محمد جمال المعروف بصقر عدن تصدرت نتائج البحث في الأيام الماضية. أما عن محمد صالح الجحافي، فهو لواء في جهاز الاستخبارات في عدن. ولد محمد الجحافي في مدينة عدن في اليمن، ويحمل محمد الجحافي الجنسية اليمنية، وديانته الإسلام، ويعد محمد الجحافي من أبرز الشخصيات في الجمهورية اليمنية. وقد أصدرت النيابة العامة أمر إحضار قهري بحق منصات أبناء عدن، عقب شكوى تقدم بها مدير أمن عدن مطهر الشعيبي، على خلفية التقرير الذي نشرته المنصة وكشفت فيه تفاصيل وهوية الحساب المعروف باسم صقر عدن. وبحسب المعلومات، فإن الشكوى جاءت بعد نشر المنصة معلومات تتعلق بارتباط الحساب بجهات كانت تعمل تحت مظلة شعبة الآداب ووحدة مكافحة تابعة للإدارة. الهدف الرئيسي من الفيديو هو التوعية لعدم تكرار أخطاء الغير. هذا المحتوى يهدف فقط إلى التوعية ونشر المعلومات العامة، ولا يشجع على أي سلوك سلبي أو عنيف أو مخالف للقانون. نؤكد احترامنا الكامل لجميع الأطراف، ونحذر من فعل هذه الأشياء، فهي لا تجوز ولا يجب تكرارها أو تقليدها. وشكرا.